ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في فيديو اسئله جديد. وكالعاده كل الاسئله اللي هنجاوب عليها في فيديو النهارده متاخده من الكومنتات بتاعت فيديو الاسئله اللي فات. فبالتاكيد طبعا قبل ما نبدا ما تنساش تنزل تكتب السؤال بتاعك دلوقتي في كومنت تحت الفيديو ده علشان نجاوب عليه في فيديو الاسئله الجاي. وكمان بالتاكيد ما تنساش اللايك الجميل بتاعك وتنزل تشترك في القناه لو انت مش مشترك علشان يوصلك كل جديد. وكمان تابعنا على جروب الفيسبوك هتلاقي اسمه موجود قدامك دلوقتي علشان لو عندك اي مشكله او اي استفسار بخصوص الانترنت تلاقي ناس كتير جدا تساعدك وتحل لك مشكله. اول سؤال معانا من فهمي بيقول امتى الاف تي تي اتش هيوصل للكل وفي حاله المكان اللي انا فيه حياه كريمه مش هتنزل فيه؟ طب يا فهمي يعني خلينا نتكلم كده بمنطقيه شويه. هو الاف تي تي اتش مش هيوصل لكل الناس او على الاقل مش هيوصل لكل الناس خلال الفتره ديت او خلال الكام سنه الجايين. هو هيوصل لمجموعه كبيره جدا من الناس وشريحه ضخمه من الناس ولكن مش كل الاماكن هيوصلها اف تي تي اتش. في اماكن برضو هتظل بالكابلات النحاسيه اللي هي شغاله بيها دلوقتي وده بسبب ان البنيه التحتيه اللي فيها الاماكن ديت من الصعب التعديل عليها ومن الصعب الحفر في الشوارع وتكسير الارصفه والكلام ده. مش كل الاماكن الموضوع بيبقى سهل فيها. يعني عندك مثلا في الاقاليم وتحديدا القرى الموضوع ده بيبقى سهل لان الحفر بيبقى سهل. وعندك كمان في الاماكن الجديده او الاماكن اللي لسه بتتبني جديد بالتاكيد طبعا هي اصلا بتتبني على بنيه تحتيه معموله بالاف تي تي اتش. انما في المدن بقى الكبيره والمدن المزدحمه الموضوع ده بيبقى صعب ان هو يكسر في شارع رئيسي يوقف شارع الكلام ده. فالاف تي تي اتش في بعض الاماكن مش هيبقى واصل. هو كده كده هيوصل في يوم من الايام بس مش بالسرعه اللي انت متخيلها. وفي حل بديل ممكن يتعمل بدل الاف تي تي اتش هقول لك عليه كمان شويه. ولكن يعني اخلص بس سؤالك امتى هيوصل خليها بقى ايه لمعظم الناس مش لكل الناس. خلال الفترة الجاية هتلاحظ ان في تحويلات كتير اصلا بتحصل للناس اللي في تي اتش. يعني هم شغالين دلوقتي بقوة وانتوا اكيد ملاحظين الناس اللي موجودة على الجروب شافت ان الفترة الأخيرة في ناس كتير عمالة تتحول لاف تي اتش والموضوع ماشي بسرعة أكتر من اللي أنا كنت متوقع. أنت بتقول لي حياة كريمة، كل حياة كريمة هتتحول اف تي اتش. أنت مش عارف أنت موجود في حياة كريمة ولا لسه مش عارف هتبقى في حياة كريمة ولا لا. بس أنت لو حياة كريمة تأكد إن أنت يبقى عندك اف تي اتش وفي أسرع وقت. الحل بقى اللي هتستخدمه الشركات أو الشركة المصرية للاتصالات لتوصيل الاف تي اتش أو توصيل خدمة الفايبر في الاماكن اللي هي اصلا مزدحمه او مش هيعرف يحفر فيها هو حاجه اسمها ايربون. الايربون بكل بساطه هو بيمشي كابلات الفايبر على اعمده الكهرباء بتوبولوجي كده معينه مش بيمشيها في مواسير تحت الارض زي ما احنا بنشوف كده في الاف تي تي اتش. والموضوع ده قوي جدا والمعلومات اللي عندي بتقول ان هم درسوا الموضوع دوت وهيبداوا تنفيذه الفتره الجايه. برضو واقفين على شويه تصاريح كده وتراخيص وحاجات وهيبداوا فيه. وعلى فكره الموضوع ده منتشر في المدن الكبيره المزدحمه خصوصا بقى مثلا حاجات زي الصين كده. فهتلاقي يعني التكنولوجيا اللي هي الايربون ديت شغالين بيها لان في اماكن فعلا زي ما قلت لكم صعب جدا الحفر فيها عشان يغيروا التكنولوجيا بتاعت الكابلات الارضيه. السؤال بعد كده من ميكو بيقول لي شركه وي مش مهتمه بتطوير اي حاجه خصوصا شبكه الموبايل. كل شويه بيحملوا على ابراج شركات تانية غيرهم من سنين للتانيه وده بيخلي شبكتهم غير مستقره بالمره ومحدش بيلاقي لهم ابراج بعد السنين دي كلها. والسؤال الثاني ليه الشركات ما عدا فودافون بيأوحوا العملاء في تفعيل خدمه الفويس اوفر ال تي؟ طب بالنسبه للسؤال الاول هو مفيش حاجه اسمها ان الشركه مش مهتمه بالابراج. هو بس بيبقى في حاجه اسمها جدوى اقتصاديه من البرج اللي هيتعمل. البرج ده مش رخيص. البرج ده بيتكلف اكتر من 5 مليون جنيه. فانت علشان شركه تعمل لك برج في منطقه ما فيهاش اصلا عملاء ليها كتير او ما فيش جدوى اقتصاديه منه فده بيبقى صعب شويه على الشركه. يعني تخيل كده مكان فيه مثلا 200 عميل بس ولا 500 عميل كل واحد فيهم بيدفع 50 جنيه ولا 100 جنيه في الشهر عشان يجيبوا ثمن البرج اللي هو 5 مليون جنيه دوت هيعدي ولا ال 10 سنين اصلا. ففي الحاله دي الشركات بتلجأ لحاجه اسمها الرومينج علشان يقدروا ان هم يحملوا على شركه ثانيه. وعلى فكره ده مش موجود في مصر بس. عارفين في بعض البلاد في اوروبا بتلاقي فيها بال10 و15 شركه موبايل وال10 15 شركه موبايل دول شغالين على انفراستراكشر بتاعت 3 4 شركات بس. فهو الرومينج مش حاجه وحشه ومش حاجه فيها مشاكل زي ما بيحصل دلوقتي. هو اعتقادي الشخصي ان الشركه الثانيه اللي هو بيحمل عليها يا دوب اصلا شايله نفسها بالعافيه او البنيه التحتيه بتاعتها مش قويه كفايه ان هي تشيل الاثنين مع بعض. ولكن الفتره الجايه مع زياده عدد ابراج ومع زياده الحاجات دي كلها اعتقد الموضوع ده هيبدا يتحسن. وبالنسبه للسؤال الثاني بتاع الفويس اوفر ال تي اي ليه فودافون بس اللي مهتمه؟ انا بصراحه نفسي الاقي اجابه للسؤال ده مش عارف. يعني ده بصراحه من وجهه نظري ده هزار. يعني ان هو شركات تكلمهم ليه الفويس اوفر ال تي مش شغال مش حاطين اولويه قصوى. انا مش فاهم ليه. كل الشركات فيها فويس اوفر ال تي بس فودافون الوحيده اللي فعلا شغال فيها بشكل اساسي عند اغلب الخطوط وفي كل الاماكن او في معظم الاماكن. انما بقيه الشركات معرفش ليه بيهزروا في الحته ديت. واللي يتعود او اللي يستخدم فويس اوفر ال تي مش هيعرف يستخدم الموبايل من غير فويس اوفر. السؤال بقى كده من اشرف بيقول ممكن يا انيس تعمل لايف كل اسبوع وتجاوب على الاسئله؟ والله يا اشرف دي حاجه اصلا انا كنت مقررها قبل ما اقرا السؤال بتاعك وخدته كده علشان اقول انا ايه اللي انا مقرره. وان شاء الله الفتره الجايه هتلاقوا كده يعني فيسبوك بيج كده اسمها كده فيسبوك بيج تحت اللي هي البيج بتاعتي على فيسبوك هطلع عليها لايف ان شاء الله نظبطه كل اسبوع. نبقى محددين يوم كده مع بعض نطلع بقى نتكلم وندردش ونشوف نتكلم عن اخبار جديده نجاوب عن الاسئله.
فتاكدوا ان انتم متابعين الفيسبوك علشان اللايفات اللي هتنزل الفتره الجايه. السؤال اللي بعد كده من السايب بيقول كنت جبت راوتر وخط هوم 4G من اتصالات واستخدمته فتره وبعد كده لغيت الخط علشان ما كنتش هستخدمه لفتره، ودلوقتي معايا الراوتر طبعا، فينفع اجيب له خط هوم 4G من اتصالات تاني واشغله عليه ولا لازم اجيب خط وراوتر من اول وجديد؟ للاسف يا سيد لازم تجيب خط وراوتر من اول وجديد، عشان الموضوع ده حصل مع ناس صحابي والخط كانت واقف وراح عشان يجيب خط بس مع ان عنده راوتر، ما رضيوش وصمموا ان لازم الراوتر والخط بيطلعوا الاثنين مع بعض. اتمنى الموضوع ده يتغير في الفتره الجايه، وحاول كده تسال من فتره للتانيه عشان لو اتغير تبقى عارف وتجيب الخط بس بدل ما تشتري راوتر وخط. السؤال بعد كده محمد سامي بيقول اولا انت كده من احسن الناس اللي بتقدم محتوى على الانترنت. حبيبي يا محمد والله يعني دي شهاده انا اعتز بيها. بيقول ازاي اشترك في وي بونص وازاي استخدمه، زائد هو سلك النت الجديد الملون احسن من القديم اللي هو لونه رمادي، ولا الرمادي احسن، ولا الاثنين زي بعض؟ علشان بشوف كده فني بيقول اللي عندك احسن، قصده على القديم الرمادي. وشكرا ليك. بص يا محمد، هو مفيش حاجه اسمها ازاي تشترك في وي بونص، هي اصلا بتشتغل بشكل تلقائي عندك طول ما انت مشترك على اي نظام من انظمه الفاتوره اللي هي وي جولد، او لو انت مشترك على الانترنت ارضي كل الباقات باستثناء الباقات اللي هي الصغيره اللي هي 140 جيجا و200 جيجا اعتقد، فهتلاقي نفسك قاعد بتجمع نقط والموضوع اشتغل عندك بشكل تلقائي لوحده، وتروح بقى تبدله في الشركات بتوع شركه وي اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده واللي انت ممكن تشوفهم من على السايت بتاعها. بالنسبه بقى للسلك الرمادي والسلك الملون فالاثنين واحد، هو فرق بس الكفر اللي بره لونه اتغير، مفيش حاجه اسمها ده احسن من ده ولا ده احسن من ده، الشركه بس غيرت لونه عشان يبقى شبه اللوجو او الديزاين بتاع الشركه. السؤال بعد كده من اسامه بيقول السلام عليكم يا انيس، لو في شارع ما فيهوش بوكس والشارع اللي جنبه فيه، ازاي اركب للشارع اللي انا موجود فيه بوكس اللي ما فيهوش؟ شكرا. والله يا اسامه يعني دي بتعتمد على الفني اللي في المنطقه عندك وعلى مدير السنترال، كده كده انت الحفر هيبقى على حسابك والحاجات دي هتبقى على حسابك، ولكن هل فعلا البوكس اللي قريب منك ده فيه خطوط فاضيه ان هو يقدر ياخد منه ويدي بوكس تاني ولا لا؟ دي بقى بتسال فيها الفني، بتروح لمدير السنترال، بتشوف كده مثلا لو انت وشخصين او بتاع فتروح تقول له ان احنا اكتر من شخص عشان يهتم بالموضوع، فما حدش هيقدر يفيدك عشان في اماكن بتنفع فيها واماكن ما بتنفعش فيها. كلم الفني، ولو ما لقيتش معاه نتيجه او كده روح السنترال وخش المدير وان شاء الله يساعدك. السؤال بعد كده من مترو بيقول انا خطي يستحمل 90 ميجا واللي وصلني 51 ميجا، هل في اي حاجه تتعمل عشان يوصل لي 70 ميجا او اكتر؟ لان كلمتهم اكتر من مره وكل مره يقولوا لي دي اخر سرعه خطك، مع العلم ان هي كانت بتوصل اعلى من 51 قبل كده. هل لو اشتريت راوتر السوبر فيكتورنج الجديد هتعلى فعلا؟ الراوتر اللي عندي هو اتش جي 630 فيرجن 2. بص هو انت لو خطك اصلا يتحمل 90 ميجا فانت اكيد ما يبقاش هم 90، انت بتشيل 30% منهم، فالموضوع هيبقى تقريبا في رينج 60 ميجا او 62 ميجا، المفروض توصلك فعلا 62 ميجا مش 51، ولكن السيستم دلوقتي بقى يعمل حسابه اكتر ويامن نفسه اكتر عشان الخط يبقى مستقر، فللاسف دي اقصى حاجه ممكن توصلك لو انت مظبط بقى دنيتك والكابل جديد ومفيش لحامات ومفيش الكلام ده كله والفني مظبط لك الدنيا. فلو خطك فعلا يستحمل 90 هتلاقيه بيلعب في رينج ان السيستم بيعمل لك من 51 ل 60، ومفيش اي حل تاني للاسف، يعني لازم بقى تتاقلم عن كده. ال 50 برده مش وحشه يعني في الفتره الحاليه، ولو جبت راوتر سوبر فيكتورنج لا مش هتزيد، يعني الموضوع مش هيفرق كتير، ممكن يفرق حاجات بسيطه 5 6 ميجا زياده، بيفرق جامد جدا لو انت فعلا خطك بقى يشيل فوق ال 100 150 بتاع ولا 120 كده، او انت بينك وبين الكابينه لا يتخطى 200 متر، فساعتها السوبر فيكتورنج هيخلي الخط يشيل 250 و 300 ميجا، انما طول ما انت بعيد ما بيفرقوش عن بعض تماما. السؤال بعد كده من شادي بيقول دلوقتي انا عايز اجيب كاميرا تابو سي 310 بس عايز اشغلها بي او اي بس، هل لازم اجيب لها بي او اي سبليتر ولا ممكن استعمل بي او اي سويتش عادي؟ لا ممكن تستعمل بي او اي سويتش عادي من غير اي مشكله وتوصل الكاميرا على سويتش البي او اي، هتقوم باور معاك من غير ما توصل لها ادابتر، وهو اصلا فكره البي او اي سبليتر هو نفس السويتش البي او اي، يعني الموضوع ما بيختلفش كتير، الاثنين هيطلعوا الباور اللي الكاميرا محتاجاه عشان تشتغل من غير ما توصل فيها ادابتر قريب منها. السؤال بعد كده من بريتلز بيقول السلام عليكم، لو سمحت يا محمد ايه احسن شركه بتدي انترنت هوائي 4G بديل عن الانترنت الارضي من حيث السرعه والباقه، لان ما عنديش خطوط ارضي في المنطقه اللي انا فيها. حاجه بعيدها في كل فيديو من فيديوهات الاسئله، انا ما اقدرش اقول لك ايه افضل شركه في المكان اللي انت فيه، انت لازم تختبر الشبكه عن طريق انت تجرب الاربع خطوط بتوع الاربع شركات في الموبايل بتاعك جوه البيت عندك في اوقات الذروه واوقات الضغط عشان تعرف ايه افضل شبكه فيهم، وبناء عليها هي دي اللي هتختارها ودي الشركه اللي هي هتبقى مناسبه ليك والشركه اللي انت تشترك معاها. انما انا ما فيش حاجه اسمها من حيث الشبكه، ممكن عندك تبقى حلوه عندنا وحشه والعكس برضو صحيح. وبالنسبه لموضوع الباقات فخلاص كلهم دلوقتي بقى واحد ونفس الباقات ونفس الاسعار قريبين جدا من بعض، يعني ممكن تلاقي فرق 5 جيجا زياده 5 جيجا اقل 10 جنيه زياده 10 جنيه اقل، فالباقه ما بقتش هي المعيار اللي انت بتحدد عليه، انت دلوقتي بتحدد بناء على الشبكه. وممكن بس تروح كده لشركه زي اورنج تاخد منها الخط يبقى بوست بيد او فاتوره، او اتصالات كده كده كل اللي عندها فاتوره مش بري بيد عشان الضريبه بس على الفاتوره بتبقى ارخص، فتخلي مثلا ايه اتصالات واورنج كده في اولويه عندك عشان موضوع الضريبه دي. السؤال بعد كده من مصطفى بيقول ازيك يا احلى انيس، هل ممكن اشتري او ان تي مش تبع شركه انترنت وايه المتاح في مصر؟ وهل شركه وي هتجبرني ان انا اشتري الاو ان تي بتاعها ولا هيبقوا متقبلين؟ ولو متقبلين هعمل الكونفيجريشن ازاي؟ والسؤال الثاني في مشكله ان البابليك اي بي اللي بياخد الراوتر غير اللي ظهر على جوجل فمش بعرف ادخل على الراوتر من الخارج، هل ليها حل؟ بص يا مصطفى انسى موضوع ان انت تستخدم او ان تي غير بتاع شركه وي ده مش هينفع، هما مش هيرضوا وموضوع مش نافع، هو لازم تستخدم الاو ان تي بتاعهم ومش عارف انت ليه عايز تجيب او ان تي غير بتاعهم، خليك في الاو ان تي بتاعهم، عايز تستخدمه هو تمام، هو اصلا يعني هات الغالي هو بصراحه او ان تي محترم جدا. لو انت بقى عايز فيتشرز وسوفت وير والكلام ده اقفل الواي فاي بتاعه واستخدمه برده كاو ان تي كل حاجه، بس
ركب بعديه وايرلس راوتر واستخدم بقى السوفت وير بتاع الوايرلس راوتر ده من تي بي لينك مثلا او تندا او دي لينك او اي شركه ثانيه. وبالنسبه لموضوع البابليك اي بي معظم الخطوط في شركه وي في معظم الاماكن، مش معظم يعني، في بعض الخطوط في بعض الاماكن في شركه وي ما بقتش تسحب اي بي ريال اي بي او اي بي حقيقي اللي هو بيظهر معاك في شو ماي اي بي او في اي موقع. وده لان تقريبا اي بيهاتهم قربت تخلص. احنا عارفين طبعا عدد اي بيات الفيرجن 4 في العالم محدود، وقريب هننتقل على اي بي فيرجن 6 ان شاء الله. مش عارف امتى، احنا بنقول قريب ده من يوم ما انا اصلا بدات اتعلم نتورك من 10 سنين، بس يعني ان شاء الله في يوم من الايام هنقلب على اي بي فيرجن 6. فما فيش حل، يعني ما فيش حل تقدر تطلع بيه بابليك اي بي. لو انت المكان بتاعك او الخط بتاعك خلاص اتحدد له انه يبقى فيه اي بي عادي ويتعمل ناتنج بقى لبابليك اي بي، وانتوا بقى انت بقى ومجموعه من الناس كلكم تطلعوا باي بي واحد. الحل الوحيد انت تغير من شركه وي تروح شركه ثانيه، لان ما حدش بدا يعمل الموضوع ده غير شركه وي دلوقتي. السؤال بعد كده من عبد الرحمن بيقول شكرا جدا على كميه المعلومات اللي حضرتك بتقولها. معلش سؤالي بعد اذنك، هوصل هوم 4 جي اتصالات والراوتر الاغلى ل 2000 جنيه مش متوفر نهائي في كذا فرع. محتاج حضرتك تقول لي عن راوتر هوم 4 جي خارجي عن الشركه واشتري الخط بس وشكرا جدا. ما ينفعش للاسف في اتصالات تحديدا تشتري الخط بس، ولا في اي شركه حتى لو ادوك الخط بس برضه لازم يبقى عندك راوتر قديم بتاعهم هم 4 جي كنت واخده قبل كده، علشان الباقات بتاعت ال 4 جي او باقات الهوم 4 جي تحديدا اللي هي بتبقى اكبر من باقات الموبايل ما بتشتغلش غير على الراوتر بتاعهم. فلو ما لقيتش الراوتر اللي هو ب 2000 جنيه خلاص هات الراوتر العادي، بس اتاكد ان الشبكه عندك كويسه قوي عشان الراوتر العادي يقدر يتعامل معاها وما يعملش معاك مشاكل. السؤال بعد كده محمد بيقول انا عندي كذا راوتر في الشقه، هل ممكن اعملهم كلهم بنفس الاسم والباسورد علشان الواي فاي ما يقطعش وهو بينقل بينهم، ولا الطريقه دي ما تنفعش؟ وحاجه تاني، ازاي لو سلك النت يقدر يوصل الانترنت باربع اطراف بس ليه بيكون 8؟ وهل ممكن ياثر لو استخدمته 4 بس بحيث اوصل اكتر من سلك واوفر مجهود وشراء سلك جديد؟ طيب بالنسبه للسؤال الاول على حسب نوع الموبايل. في موبايلات زي الايفون مثلا والايباد، لو انت عندك كذا اكسس بوينت في الشقه او في اماكن مختلفه وعملتهم كلهم بنفس الاسم والباسورد وهما ما بيدعموش المش تكنولوجي اللي هي بتخليه ينقل اوتوماتيك، يعني هما عادي طبيعيين جدا، فالايفون هيقعد ينقل بينهم بشكل تلقائي اكنهم كده بيسبورت موضوع المش. انما في الاندرويد انا ما قابلنيش ولا موبايل اندرويد ولا جهاز اندرويد يقدر ينقل بشكل تلقائي، ولا جهاز ويندوز مثلا اللابتوب يقدر ينقل. لا، لازم يبقى الاجهزه بتسبورت المش تكنولوجي او الوان مش، علشان يبقى الراوترات او الاكسس بوينتس اللي راكبه مع بعضها ديت مربوطه كده بسيستم واحد، وهو السيستم ده اللي بيخلي فعلا الموبايل ينقل بين واحد والتاني من غير ما انت تحس. اما بقى بالنسبه للنقطه الثانيه، وهو بما ان سلك النت بيشتغل باربع اطراف ليه بيكون 8 اطراف، فهو فعلا يقدر يشتغل باربع اطراف واللي هم 1 2 3 6، ولكن بيشتغل بسرعه 100 ميجا بس اخره، ما يقدرش ينقل بقى 1 جيجا لو انت كارت اللان بتاعك والراوتر بتاعك او السويتش بتاعك بيسبورت ال 1 جيجا او اكتر بقى 2.5 جيجا او 10 جي، فما عندكش مش هيبقى عندك الاوبشن ده طول ما انت موصل 4 اطراف، لازم يبقوا 8. وكمان 8 بيستخدموا او الاربعه دول بيستخدموا في البي او اي. لو انت مثلا عندك كاميرا موصلها مش محتاج تركب ادابتر جنبها، فساعتها البي او اي هو اللي بينقل كهرباء مع الانترنت او مع الداتا في نفس الكابل، فساعتها لازم تستخدم ال8 اطراف. انت بقى لو عايز توفر كابلات وتستخدم 4 اطراف بس ومش محتاج سرعه اعلى من ال 100 ميجا، ال 100 ميجا تبقى كافيه بالنسبه لك، مش محتاج السرعه تبقى 1 جي، فخلاص عادي ممكن تقسم الكابل وتستخدمه كده على التاني. السؤال بعد كده من يوسف سالم بيقول السلام عليكم، ازيك يا انيس؟ مبدئيا كده انا متابعك من زمان وبحبك جدا ودايما بثق في كلامك. والله الكلام الجميل ده يا يوسف يعني هيشجعني ان انا اصور فيديوهين دلوقتي بعد الفيديو ده. بيقول كنت عايز اسال عن تحديد سرعه راوتر الفي دي اس ال، انا عندي السرعه تمام معديه 30 ميجا، فاحيانا ببقى عايز انزلها على حسب الباقه، بس لما انزل السرعه ل 15 مثلا الابلود بيبقى قليل جدا، هو الطبيعي 4 بس بعد تحديد السرعه بينزل ل 3 من 10. هل في حل للمشكله ديت؟ شكرا اخوك من اسكندريه. بص يا يوسف، انا توقعت انت بتحدد السرعه ازاي. انت تقريبا كده عندك راوتر في دي اس ال اللي هو الهواوي اللي انت بتخش اللي هو بقى 630 دي جي 8045 تخش تحددها من الخانه اللي هي بتاعت الباندوث كنترول، والتحديد من المكان ده هو تحديد ابلود فعلا مش تحديد داونلود. انت بتحدد كده عدد الابلود بتاعك، فالداونلود بيقل معاك بناء على ان انت خنقت الابلود، انت بتكتب رقم ابلود قليل جدا، فطبعا احنا عارفين ان الداونلود ده بيبعت برضه بيبقى فيه ابلود اثناء الداونلود عشان يعرف ينزل الداتا اللي بتيجي ديت، فبيبعت يطلبها. فانت لما بتحدد الابلود بتخنقه فبيخنق معاك الداونلود، فانت اصلا كده بتحدد الابلود مش بتحدد الداونلود، لان الراوتر ده ما بيدعمش ان هو يحدد داونلود، هو بيحدد ابلود بس. فنصيحتي ليك هات راوتر، هي الموضوع ده كله حوار راوتر يعني، فنصيحتي ليك هات اي راوتر من الراوترات اللي بتسبورت ان هي تحدد السرعه، او ممكن تجيب حتى وايرلس راوتر رخيص تعمل عليه موضوع الباندوث كنترول ده للموبايلات اللي انت محتاج تحدد عليها السرعه في البيت، وعملنا فيديوهات وشروحات كتير جدا عن الموضوع ده. السؤال بعد كده من علي بيقول السلام عليكم، لو سمحت يا انيس ممكن اعمل سيستم كروت للواي فاي زي الكافيهات في المنزل، وايه هي الطريقه لو ينفع؟ ينفع، بس انا مش عارف انت ليه عايز تعمل يعني كروت في المنزل، يعني عايز تبيع الكروت دي لاخواتك؟ تصدق والله العظيم تبقى مصلحه جامده قوي. انا افكر في الموضوع ده بعد كده، بس انا عايش لوحدي هبيع لمين؟ ما علينا. ينفع عادي. لو عندك راوتر بورد او اي سوفت وير من ميكروتك، راوتر ميكروتك يقدر يعمل لك الموضوع ده بكل سهوله عن طريق انت بتستخدم فيه حاجه اسمها يوزر مانجر. اعمل كده سيرش على اليوتيوب، اكتب شرح اليوزر مانجر، بتلاقي ناس بتشرح لك ازاي تعمل يوزر مانجر وتربطه او تشغله وتفعله على الميكروتك لو انت اشتريت الراوتر بورد.
وساعتها تقدر تطلع تعمل كروت شحن وتخلي كل كارت بقى ده يشتغل مده معينه، ده يبقى ليه عدد ميجات معينه، يكتب الكارت يفتح له العدد ده. وبصراحه الموضوع بيبقى جامد جدا، بس هو في الكافيهات او في الحاجات دي يعني ما اعتقدش ان هو يبقى جامد في البيت. انت تكتب في البيت، انت تحدد لو جبت ميكروتك تظبط كده كل موبايل تحدد انت الجيجات بتاعته خلاص، مش لازم تقعد تعمل لهم كروت يعني. السؤال اللي بعد كده من يوزر بيقول كنت عايز تطبيق يعرف كل جهاز يستخدم كام جيجا من الراوتر. بص هو مفيش تطبيق هتنزله على موبايلك انت هيقول لك كل موبايل من الموبايلات اللي عندك استخدمت قد ايه، لا هو في تطبيق اسمه جلاس واير بينزل على الاندرويد بس، هتنزله على كل موبايل بيجيب لك الهيستوري او تاريخ الاستخدام بتاع الداتا الموبايل ده شهر بشهر، بيبقى منظم جدا. وعملنا عنه فيديو قبل كده، اكتب بس جلاس واير وجنبها محمد انيس شوف شرح الابلكيشن ونزله على كل الموبايلات اللي عندك واقعد جمع كده وشوف كل موبايل عندك في البيت استخدم قد ايه، وهو بصراحه تطبيق جامد جدا. السؤال بعد كده من حامد بيقول تحياتي لحضرتك، سؤال بعد اذنك، الراوتر ايه الافضل؟ ان افصل الراوتر لما اجي انام ولا اسيبه شغال على طول؟ والله يا حامد هي مش هتفرق يعني، سيبته بقى شغال على طول فصلته الموضوع مش هيفرق معاك يعني انت ومزاجك، ولكن هو في بعض الاوقات كده لما انت تكون لسه مشترك على الانترنت جديد عندك عطل وصلحته ورفعت السرعه الكلام ده، لا لازم تسيبه شغال على طول عشان السيستم يبدا يحدد كفاءه الخط ويعليها لك. انما لو السرعه وصلت السرعه الكامله بتاعتك عايز تفصله في سرعه تسيبه شغال مش هيحصل اي حاجه ولا هيبوظ ولا الكلام ده كله. وكده احنا خلصنا، هنحط بقى الايباد علشان نختم الفيديو. كده احنا خلصنا. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم، وقبل طبعا انا عارف ان هو اكيد عجبكم، بس انزلوا دلوقتي في الكومنتات اكتبوا كل الاسئله اللي عندكم علشان نجاوب عليها في فيديو الاسئله الجاي. وما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم، وتنزلوا تشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد ويوصلكم كل الفيديوهات الجايه، وكمان ما تنسوش تتابعونا على فيسبوك وانستجرام وتيك توك واكس علشان يوصلكم كل جديد. شكرا جدا على المشاهده، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام. Something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit